فوائد الحشيش والمخدرات. والله السؤال ده اتسالته كتير من اصحابي. يعني هو فعلا الحشيش والمخدرات والسجاير كمان ليها فوائد. اول حاجه في السجاير هي كلها عيوب، ما بننصحش حد يشرب سجاير خالص. لكن بالنسبه للفايده الوحيده اللي في السجاير، ولا دكتور هاني النظر الله يرحمه، ان السجاير اكتر مانع للاسترس موجود دلوقتي في الحاجات في التدخين يعني. اما بالنسبه للحشيش كله اضرار ما عدا حاجه واحده. الحشيش الحاجه الوحيده اللي بيعملها كويسه للانسان ان هو بيمنع وجود السكته الدماغيه للانسان، وطبعا ده مش حاجه نخلي الناس تخليها تشرب حشيش او سجاير، بس احنا بنوضح للناس اللي كانت بتسال ايه الحاجه الوحيده المفيده. هي دي الحاجه الوحيده المفيده هنا والحاجه الوحيده المفيده هنا. اما بقى بالنسبه للكونسبت ككل، ايه ده؟ المايك ما عجبوش الكلام. الكونسبت ككل يعني، فلا طبعا التدخين والمخدرات دي حاجه مش كويسه. اسمها ويد. الويد ده لا بيأذي الجسم ولا بيأذي الجسم. نوع مخدر برضو؟ ويد. بيقولوا عليه في الاحياء الشعبيه هايدرو. لا ما تشربوش. فدي الحاجه الوحيده المفيده في السجاير وفي المخدرات عامه يعني. اما بالنسبه لباقي حاجات يعني ما بيتهيأليش ان فيها حاجه مفيده خالص، هي كلها اضرار يعني. ايه فوائد الحشيش والسجاير؟ ولا الحشيش ولا السجاير لهم فوائد. تعمل ايه مثلا عشان تجيب؟ تعمل ايه؟ تسرق اي حاجه من بيتك. سرقت مين انت؟ ما سرقتش حد عشان مش ما اشربه. بس تسرق مثلا صيغه امك، صيغه ابوك، اي فلوس في البيت، اي. قول ايه لكل واحد عامل نفسه تقيل وخصوصا على البنات. ما عندوش دم، ما عندوش دم ولا خفه تكل على البنات كلها. يعني هو عنده بنت برضه، عنده اخ، عنده بنت بس انا ما يخاف عليها برضه. يعني مثلا عاكس بيت افضل لو ما واحد برضه يعكس اخته. مثلا ياخد رقم بيت افضل لما واحد برضه ياخد رقم اخته برضه تاني، نفس النظام. يعني ولاد كل واحد برضه عنده ولايه. هل حصل معاك موقف صاحبك لقيته حالل الورقه كلها وانت جيت تقول له غششني قال لك انا ما حلتش حاجه؟ حصل. وبعدين؟ مفيش، بره المدرسه بقى خربنا الدنيا مع بعض. ازاي؟ عادي اتخانقنا مع بعض بقى خلاص. يعني هو بيقول لك انا ما حلتش حاجه وهو اصلا بيبقى حلل كل الورقه؟ بكاسه بقى، مشينا بكاسه. طب هو ليه بيعمل كده؟ معرفش بقى، هما متعودين على كده. بكاسه بقول. وانت؟ لا انا بضربه الصراحه. ايه؟ بضربه في الامتحان في اللجنه. يعني انت بتساله بتقول له غششني يقول لك ما حلتش حاجه وتلاقي ورقته مليانه. انا كان معايا واحد في الفصل اصلا اسمه زياد امين، ده كان توب، كان بيطلع من الاوائل والله. الواد كنت بقول له غششني، الواد لا مفيش، كنت بضربه عشان يغششني. هو اللي كان بيغششني كل الامتحان. اسف عبد الناصر ده فاشل اصلا، هو اللي علمنا الفشلات. لا 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 شاطر، كان بيذاكر يعني صاحبك مثلا بيكون حلل الورقه كلها ويقول لك انا مش حلل؟ هو كان زياد امين ده كان بيعرف الحالل، اقسم بالله فعلا ما كانش بيسيب حته في الورقه فاضيه، ما كانش يرضى يغششني. كنت على طول بفضل اقول له حسب الله ونعم الوكيل فيك. طب ليه بقى مش بيغششكوا ليه؟ مش عايزني اجيب نفس الزيرو اللي بيجي. نفس المجموعه اللي كان بيجيب. هو ما شاء الله عليه فتح فرنة عيش يعني في الاخر فتح فرنة عيش. ما شاء الله دلوقتي الحمد لله بقى ماسكها لوحده دلوقتي. بس وعنده اخوه ما شاء الله دلوقتي هيبقى دكتور يعني. ايه ده هو زياد اللي بالي بالك؟ هو بتاع لا مش ده. لا واحد تاني. ده واحد تاني كان ساكنين عند السنترال.